لعيبه عاله، لعيبه عاله، لعيبه الاهلي النهارده عاله على النادي الاهلي اصلا. احنا النهارده يا جماعه كنا بنلعب قصاد ام بي في كاس الرابطه. هتقول لي احنا مش فارقه لنا البطوله، هقول لك لا، احنا لعبنا بالكبار. لو مش فارقه لنا كنا لعبنا بالناشئين. انا عارفه على فكره بطوله كاس الرابطه دي مش مهمه، كاس الرابطه ده مش مهم عندنا، بس انا برستيجي فين؟ النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي يخسر قصاد ام بي 1-0 ليه؟ ده انا لو لعبته يا جماعه، ده لو بالناشئين ما كانوش عملوا كده، كانوا اتعادلوا على الاقل. يا جماعه احنا ما عرفناش نتعادل مع ام بي، عشان نكون ما عرفناش نتعادل مع ام بي. احنا كنا مش عارفه كنا بنعمل ايه. احنا كنا اقول لك اننا حرس الحدود بيلاعب ام بي. احنا كنا النهارده فرقه زفت، نيله. احنا يا جماعه احنا بنلعب بالكبار ليه؟ بجد والله احنا بنلعب بالكبار ليه؟ برستيجنا. طيب يعني ما دام احنا عندنا وكسه كده، وكنا لعبنا بالناشئين، على الاقل كنا استفدنا بالشباب الناشئين الصغير، وعرفنا ممكن حد فيهم يصعد، ولو خسرنا اهو ماشيين. احنا اترينا على الزمالك لما لعب كهربا الاسماعيليه، والزمالك لعب بالناشئين، في نسبه كبيره فيهم كان اكتر، يعني كان بتاع نصهم ناشئين، اترينا عليهم. طب احنا لعبنا بالكبار. عمر كمال، مصطفى العش، جراديشار. جماعه انتوا كبار. اليو ديانج اللي عايز اصلا 2 مليون دولار، ومش عارفه خاليه الضرايب، ومعرفش خاليه نسبه المشاركه، ومعرفش عامله ايه. يخرب بيتك يا جماعه. ملوش ميزه، عارف؟ يخرب بيتك مليك ميزه. جماعه هو ما عمليش حاجه. انت ما بتطرش يا ديانج، انت ما بتطرش، انت ما طرتليش. عارفين ال اسمه ايه ده، القلشه اللي بتقول لك ايه؟ يخرب بيتك مليك ميزه. انت ما بتطرش يا ديانج، يعني انت ما نزلتش كسبتني الماتش. طب انت شايف ان انت كده كده ماشي، فبخلان علينا بمجهودك؟ بجد والله. طب ما احنا ممكن نعيدك دكه، يعني انا مش فاهمه. النهارده شكري انا كنت بحبك يا شكري. كنت بقول ان شكري حلو في الدفاع ومفروض ينزل اساسي. والله. شكري النهارده اتسببت في ضربه الجزاء. المبرر الوحيد اللي ده يا شكري حاجه واحده، ان انت تعديت من اخوك كوكا. اصل كوكا ده تقريبا فيروس. انت تعديت منه، انت كنت زي الفل. جماعه انا شكري كنت بقول بينزل بيبصوا بيموت. على فكره شكري من الناس اللي بتنزل بديله، انا عارفه انه بديل دايما، بس على فكره بينزل يموت نفسه. على فكره بيبقى خايف على تيشيرت النادي الاهلي. بحس من الناس اللي عندها روح كده والله وانتماء، يعني عارفين اللي هو حاسس بقيمه التيشيرت اللي لابسه. على فكره مش كل اللعيبه عندنا كده، ومش كل اللعيبه اللي في النوادي كده. حتى في ناس تقول لك لا ده انا زملكاوي، لا ده انا مصري، ده انا اهلاوي. لا انا اللي هو حتى من الفريق المصري في ناس تقول لك انا مصراوي، انا اسماعيلي. لا مش كل الناس بتقول كلام. على فكره شكري بحس ان هو خايف على النادي، بيجري على فكره بذمه ومش عارف. بس النهارده يا شكري انت اتعديت من اخوك كوكا. والله صدقوا بالله. المعلق النهارده بيقول مش عارف دي كوكا ولا شكري. انا قلت اكيد كوكا. انا مش شايفه قوي، كانت الكاميرا بعيده. بعد كده طلعت انها شكري. بصيت في الارض. قلت اكيد كوكا. على فكره انا قلت كده بتاكيد 100%. ظلمته ما هو من كتر اللي عمله فيا. قلت اكيد كوكا، طلع شكري. ليه يا شكري؟ انا بحبك يا شكري. ليه؟ بس هرجع اقول غلطه يا شكري، تمام هتعدي، بس الباقيين يعني انا لو عديت لواحد هعدي الباقيين ازاي؟ عمر كمال هو انت صغير؟ يعني انت من اللعيبه الصغننه اللي هي نازله مخضوضه يا حرام؟ لا انت كبير. انت كبير. جماعه النهارده كان ماتش مضحك بجميع الطرق. بيكهام، مصطفى العش، في ايه؟ طاهر. بص يا طاهر، انا عارفه ان انا مش متوسمه فيك خير من الاول. بص يعني انا عارفه ان في لعيبه انا عارفه اخرها، ما انتظرش منها الواو. عارفين في لعيبه كده في ليميت لكل لعيب. انت عارف اقصى حاجه يقدمها، وطبعا ده وطبعا على حسب كل اقصى واحد انت عارفه ليك نسبه عشم. انا عارفه طاهر، عارفين كوكا، انا عارفه طاهر وكوكا والناس كده انا عارفاهم، ما انتظرش منهم الاحسن. طاهر يا جماعه من الناس اللي هي مش احسن حاجه. والله. وهو عندنا مستواه متذبذب. ما بحبش انا حد يبقى ماتش حلو اللي هو يسد خانه، لو انا كده بديل فبسد خانه. لا ما انت هتقعد حتى بديل للنادي الاهلي ولازم مستواك احسن من كده. انت بتلعب للنادي الاهلي، النادي الاهلي المكسب والبطولات. احنا من امتى بنعمل كده؟ مش هلوم على المدرب على فكره، والله ما هلوم على المدرب ما عملش حاجه. المدرب النهارده بيلعب بالامكانيات الموجوده. ايوه المدرب بيلعب بالامكانيات الموجوده. النهارده الناس عماله تهاجم المدرب ليه يتهاجم؟ هيضحك على بعض. المدرب النهارده بيلعب بالامكانيات. المدرب ما عندوش بره امام وزيزو وبن شرقي ومنزل لك دول. لا هو بيلعب بامكانياته الموجوده، فالمدرب لا لوم عليه.
النهارده المدرب بصراحه ملوش لوم. انا من الناس اللي كنت بتهاجم المدرب، بس النهارده المدرب مالوش لوم. بصوا يا جماعه، عشان نكون حقانيين، المدرب النهارده ما عملش اي حاجه، ملوش لازمه. هو لعب عارفين انا عندي كذا، انا لعبت بيه. انت مش جايب لي بره ميسي وكريستيانو وانا بلعب لك دول، لا انت جايب لي امكانيات معينه والباقيين كل واحد في حاله بقى في منتخباته. يا جماعه الماتش كان سيء سيء سيء. يتحسب عليها ضربه جزاء بسبب ديانج. ليه ديانج؟ انت النهارده مش سيء بس، انت النهارده كمان خسرتنا. يعني كان ماتش خلص 0-0، كان اهون لي 0-0. ضربه جزاء علينا ليه؟ انا مش هلوم على سيحه لان ضربه جزاء، فمالوش لوم. على فكره النهارده مش هلوم على الحارس سيحه، بس اللوم على ديانج. انت قرفنا في التجديد وقرفنا ومتنك علينا وقال نسبه مشاركه ونسبه تجديد، وانت ولا بتطير يا حبيبي ولا بتعمل لنا اي حاجه. يعني وجودك زي عدمه النهارده. اصل انا افهم حاجه، انت تتنك عليا لو انت لما بتنزل بتقلب الماتش. انت يا حبيبي ما بتعملش حاجه من ده. يعني انت النهارده وجودك زي عدمه. انا النهارده والله قلت هو ديانج بيلعب، قعدت اقول كده. انا قلت يمكن انا شفت قائمه غلط، انا شايفاه بيلعب قبل. انا ببص على القائمه يا جماعه قبلها، وبعد كده انا شايفه اسمه، وبعد كده قلت انا مش حاسه بيه في الماتش. حسيت بيه ساعه ضربه الجزاء، اكدت انه بيلعب، ما اتحسبت بسببه عليه. جماعه النهارده مش عارفه، النهارده شكري وديانج صدمت فيهم كبيره، وكوكا كده كده انا عارفاه، وطاهر انا كده كده عارفاه. الجديد معايا عمر كمال العش بيكهام. في يا جماعه في طيب انا عارفه ان احمد رضا ومحمد عبد الله صغيرين، مش هلوم عليكم. بصوا يا جماعه صدقوني انا عامله النهارده اكس جنب احمد رضا ومحمد عبد الله، مش عارفه انا وريتها لكم هتشوفوها ولا لا. عامله جنبهم اكس صدقوني. ف بصوا عامله اكس جنبهم ليه؟ لان انا مخرجاهم بره الحسبه عشان هم صغيرين، يعني من الناس اللي هم مش اساسيين اصلا. بالنسبه لي انت مش اساسي، اتس اوكي. يعني عارفين والله العظيم لو نازلين بالناشئين النهارده بالعكس انا ما كنتش هزعل. يعني كنت حاسه ان احنا بنشوف ولاد مواهب صاعده، بنستفاد بالكواليتي بالناشئين اللي عندنا، اكيد فيهم جوده. على فكره يا جماعه اي فرقه اي نادي فيه ناشئين المفروض يستغلهم، اكيد هنصعد منهم على الاقل. هبقى استفدت بالماتش، ما انا كده مش عايزه البطوله. انت منزل لعيبه كبيره ليه؟ بلاستيشن في الارض يا ابني. انت مش عارفه هم مش فاهمين ليه ان هو النادي الاهلي ما ينفعش يخسر بالعبط اللي احنا بنحصل فينا ده. انزل بالناشئين وريحنا، عشان حتى لما نيجي نخسر نقول ايه؟ احنا كناش بنلعب، ما احنا مش عايزينها. مش فاهمه انتوا عايزين تهزقوا النادي وخلاص. بجد النهارده نو كومنت، نو اي زفت. النهارده ماتش زباله ونيله وزفت ولو هنلعب بكده بكاس الرابطه ننزل من الناشئين، ده ننزل بالاطفال تحت. احنا عايزين ننزل تحت 10 سنين بالمنظر ده. يمكن العيال دي كان يبقى عندها روح، عندهم دم.